السلام عليكم. تعالى سريعا ألخص لك جلسة النهاردة في البورصة المصرية. هحكي لك الحكاية وأقول لك من البداية للنهاية، وهقول لك الأرقام المهمة والدنيا كانت ماشية إزاي. وفي آخر الحلقة إن شاء الله هقول لك على أبرز الأسهم ممكن تشتغل بكرة بإذن الله. قبل ما أبدأ عايز أقول لك إن الرابط تحت في التعليقات لجروب التليجرام، وده جروب أنا بتابع فيه الجلسة بشكل لحظي تقريبا. بقول أبرز الأسهم وبتكلم عن تحركات السوق والسيولة وغيرها وغيرها. لو عايز تستفيد وتتعلم ادخل على الجروب واشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده سريعا كده عايز اقول لك ان مؤشر التلاتيني اخترق ال 52000 قبل ان يتراجع اخر الجلسه يغلق عند حوالي 51977، يعني بنتكلم في 52000. فهو كده قرب الهاي التاريخي اللي هو كان 52700. المؤشر السبعيني قمه تاريخيه 13600. احنا لغايه دلوقتي المؤشرات ايجابيه جدا. لو حضرتك كنت شفت التقرير بتاعي كنت توقعت والحمد لله صدق توقعي ان المؤشر هيبتدي يسيب بسرعه عرضيه في المنطقه دي ما بين النزول وهبوط لمناطق الدعم اللي هي ما بين 51400 تقريبا 300 ل 52500 او 700. المنطقه دي ممكن في فيها شويه عرضي وتبقى فرصه جيده جدا للمتاجره. سيوله حوالي 11 مليار، سيوله جيده جدا جدا وممتازه. ابرز حاجه تخليك مطمن ان النهارده الصناديق المصريه والاجنبيه كان صافي شراء. الاجانب رجعوا تاني يشتروا، وبان ده كمان في السوق السنوي للدين اللي الاجانب دخلوا عملوا فيه صافي شراء جيد جدا، بينما الصناديق العربيه اتفضلت ان هي تبيع. طب احنا عارفين الوضع والازمه الموجوده في الخليج، وربنا يفك ازمتهم يا رب. وفي نفس الوقت كل الافراد خافوا وباعوا. التريده واضحه. امبارح انا ضغطت السوق كصناديق، يعني نزلت، الناس خافت ورمت وباعت، لميت الاسهم والنهارده طلعت. شوف النهارده بالمي هيلز عمل رالي تاريخي وصل لمستوى ال 11 جنيه. احنا دلوقتي بنتكلم قمه تاريخيه جديده. يا ترى ما تسرعش تاني وتجري وتعمل زي طلعت مصطفى وتاخده في اعلى نقطه. استنى التهدئه لو عايز تيجي تاخد. طبعا دي مش توصيه بالشراء او البيع، انا بس ايه بنصحك ان في اي سهم بالذات لو جري جامد حاول تتريث في الشراء. النهارده برضو السيوله دخلت في القطاع العقاري بقوه جدا. السيوله دخلت من امبارح في قطاع الرعايه الصحيه والمستشفيات، ابتدى يهدد القطاع. النهارده شفنا كذا ورقه هدد ايبكو وابن سينا اخر الجلسه، والسبق للادويه، وكذا ورقه في القطاع الطبي. وده الوقت اللي المفروض تشتري فيه، مش العكس، مش تبيع. الناس بتعمل العكس، السهم يكون طالع فوق تجري تشتري، ينزل بيها تبيع، وهكذا اغلب الناس بتخسر في البورصه. اتوقع ان شاء الله بكره من افضل الاسهم ممكن تشتغل ايبكو اللي احنا النهارده اشترينا على الدعم. اسك برضو ممكن يطلع بكره ان شاء الله. وممكن بقى سهمين في القطاع العقاري نبص عليهم اللي هم مصر الجديده ومدينه نصر. ممكن واحد فيهم يتحرك بصوره جيده ويكمل بقيه القطاع ان شاء الله. لسه مكملين تابعين في الجروب وهتلاقي التقارير وما توفيق الا بالله. توفيق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم.